السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في وصفه جديده من شهيوات يوسف غادي نوريكم طريقه تحضير الفول السوداني اللي هو الكاوكاو. وكنعرفوا بان المنافع ديال هذا الكاوكاو هي كثيره بزاف للصحه. وبالنسبه للمواد اللي كتكون من هذا الفول السوداني اللي هي نافعه جدا، وهاد زبدة الفول السوداني كتدخل كذلك في تحضير بعض الحلويات، وكتدخل في كنخلطوها مع الكريمات. ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفات في هاد الفول، زبدة الفول السوداني اللي كنحتاجوا ليها. واخا كنسمعوها زبدة فول سوداني، هي ما عندها حتى شي علاقه بالزبده، وانما هي التحضير ديالها تماما كأن نقولوا املو كما كنحضروا املو ديال اللوز. اذا نفس الطريقه اللي كنحضروا بها زبده الفول السوداني. عندي هنا واحد 250 غرام ديال الفول السوداني او الكاوكاو اللي دخلته في الفرن حتى حمصته على هذا الشكل هذا، ما نحرقوهش بزاف وانما غير يتحمر شويه. عندي هنا 2 معالق من العسل، وعندي هنا 2 المعالق ديال الزيت ارغان. يمكن لكم تعوضوها بالزيت النباتيه، انا غير للفائده اكثر ومتوفر عندي ارغان استعملته. اذا اول حاجه غادي ناخذوا الطحن ديالنا وغادي نحاولوا نطحنوا هذاك الفول اللي عندنا. يعني غنطحنوه غير في الطحان ديال الحبوب. بسم الله. وهاد زبدة الفول السوداني كندهنوا بها الخبز، وهي مفيدة جدا لينا والاطفال ديالنا. ندهنوا بها الخبز في عوض الفرماج او الجبنه. اذا غادي نطحن هاد الفول السوداني او الكاوكاو حتى يولي الخليط سائل. اذا ها هو كتشوفوا طحناه، ولكن مازال ما وصلناش للشيء اللي بغيناه. حنا دابا طحناه، ولكن غنعاود نزيد نطحنو حتى نخرج منه هذيك الزيت ديالو، حتى تبدا تبان لينا بنفس الطريقه اللي حضرت لكم بها املو. اللي شافوا من قبل واللي ما شافوش غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اذا مازال غادي نزيد باش نطحنو. اذا ها هو كما كتشوفوا هذا هو اللي بغيت نوصل له. كما كتشوفوا هذيك الزيت ديال الفول السوداني او الكاكاو هي بدات كتبان. غادي نضيف ليها دابا واحد ملعقه او القليل، وغادي نعاود نطحنوه. قليل ديال زيت ارغان. يمكن لكم اللي ما كيتوفرش عنده ماشي ضروري، هذه غير اضافه من عندي. اللي ما تيتوفرش على زيت ارغان يضيف الزيت النباتيه. اذا انا درت القليل من هاد الزيت هذه، وغادي نعاود نطحنو. غادي نضيف ليها كذلك باش يتطحن معاه، غادي نضيف له العسل، وممكن لكم تخليوه حتى الاخر. وغادي نعاود نديرو في الطحان. اذا كندير بركه، غادي نحيدو، غادي نعاود ندير الكميه الاخرى اللي عندي. ان بزاف ناس كيسمعوا زبده الفول السوداني كيسحبوا انه شي حاجه اللي هي ما صعيبه في التحضير، لانها كتباع حتى عند محلات ديال الناس اللي كيبيعوا المواد ديال الحلويات، كيبيعوها في علب. ولكن علاش ما نحضروهاش في البيوت ديالنا؟ بانها بما انها شي حاجه اللي هي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي غادي تخلعنا. ما هي الا كاوكاو مطحون على هذا الشكل هذا. اذا غادي نستمر غنكمل الكميه اللي عندي وغادي نتلاقى. اذا هاني كملت الكميه اللي عندي كما كتشوفوا. كما قلت لكم يعني كندخل في بزاف ديال الكريمات. ولدهن الخبز
اذا تنبقاو نحركو. الا كان خصنا نضيفو الزيت راه كنضيفوها. هذا مازال انا غادي نضيف واحد شويه وتنحركو. كما كتشوفوا هي باقا عقده شويه. غادي نضيف القليل لان هنا كانوا عندي جوج ديال المعالق. غادي نضيف القليل من الزيت باش نجريها شويه. اذا كما كتشوفوا زبده الفول السوداني او املو ديال الفول السوداني او الكاوكاو وكذلك البخاله او البخاليني ها هو عندنا حاضر واجد. يعني ما كيطلبش واحد مجهود كثير وما كيطلبش مقادير كثيره. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذه وتجربوا حتى نتوما وتاكلوا وتعطيو لوليداتكم لانه مفيد جدا. هادشي اللي غادي نقول لكم على هاد الزبده هذه. اللي باقي ما اشتركش في القناه كنقول له مرحبا بك، اشترك في القناه وما تنساوش تفعيل الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.